في الخبر الوطني، تمكنت مصالح الأمن الوطني من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية في مجال النصب يدعى خالد زين، وذلك للاشتباه في تورطه في انتحال هويات وصفات ينظمها القانون بغرض الإيقاع بضحاياه في الغلط التدليسي وتعريضهم للنصب. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني اليوم أن المشتبه فيه انتحل صفة موظفين سامين في الديوان الملكي وفي مديرية القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، كما انتحل صفة صاحبة السمو الملكي الأميرة ليلى سلمى مقلدا صوتها في الهاتف عندما اتصل بالملاكم المغربي محمد ربيعي بطل العالم في الملاكمة، وذلك في محاولة لتعريضه للنصب. وأوضح البلاغ أنه حسب المعطيات الأولية للبحث فإن المشتبه فيه الذي خرج مؤخرا من السجن بعد قضاء عقوبة سالبة للحرية من أجل النصب كان يعمد إلى الاتصال هاتفيا بضحاياه ويقوم بتقليد أصوات الشخصيات التي ينتحل صفتها أو هويتها، ثم يقوم بالاحتيال عليهم بدعوى التوسط لفائدتهم لتحصيل منافع ومزايا وهمية أو صورية. وقد تم وفقا للبلاغ الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتحديد باقي الضحايا المفترضين للمعني بالأمر.